والفلاش مع الغير تحتوي على مقطعين فيديو. اسمك يا اشرف. شغل المقطع الاول، عنوانه ايه؟ الشيخ محمد حسان يؤكد وجود الجهاد. وجوب ولا وجود؟ وجوب الجهاد. وجوب الجهاد. وجوب الجهاد. هو مقطع مدته 6 دقائق و9 ثواني. كم؟ 6 دقائق و9 ثواني. نكتفي به معنا عشان الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. واسمحوا لي أن أحيي مصر رئيسا وعلماء وشعبا. ها هي مصر التي جاءت اليوم لتنصر الشعب السوري المظلوم المقهور. فوالله الذي لا إله غيره، إن من يرى هذه المشاهد البشعة من ذبح وسفك للدماء وتمزيق للأشلاء ولا يختلق قلبه على هذا الواقع، فعليه أن يسأل الله أن يرزقه قلبا، فإنه لا قلب له. هذا الواقع الأليم حرك مصر رئاسة وعلماء وشعبا ليقودوا من أرض مصر الطاهرة ومن أرض مصر الطيبة للشعب السوري: مصر معكم ولن تترككم بإذن الله جل وعلا. فها هي مصر تحتضن اليوم هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس وجمع من العلماء. ومنذ يومين اثنين فقط احتضنت أرض مصر الطاهرة مؤتمرا لعلماء الأمة حضر فيه ما يقرب من 500 عالم ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة ورابطة، وقد أفتوا هؤلاء العلماء واتفقوا على أن الجهاد واجب بالنفس والمال والسلاح. كل على حسب استطاعته، فجهاد الدفع الآن عن الدماء والأعراض واجب عيني على الشعب السوري وواجب كفائي على المسلمين في أرجاء الأرض. هذا ما ندين به لرب السماء والأرض. أناشدكم يا سيادة الرئيس، لن تفعل
ألا تفتحوا أبواب مصر الطاهرة للرافضة. فوالله ما دخلوا مكانا إلا وأفسدوه، وها هو وجههم الحقيقي قد ظهر بجلاء. أناشدكم يا سيادة الرئيس أن تقوموا بالدور الذي يليق بمصر مكانة وقيادة وريادة. فالأمة تنتظر مصر، والسوريون الآن الذين يذبحون في هذه اللحظة ينتظرون قولة مصر وقامة مصر ومكانة مصر. نعم، لن أطيل عليكم، فكن لي أمل في الله ثم فيكم ثم في شعب مصر. شيخ محمد، ما هي الشروط التي أقرها الفقه الإسلامي لطريقة الانتهاء؟ هذا اللي بالتوسع في الاختصار. ده باختصار. باختصار. 1 2 3. كثير ممن سمع مثل هذه الكلمات لم يدرك أول جملة قلتها: جهاد الدفع واجب عيني. ولا زلت أدين بهذا القول إلى اللحظة للرب العلي. جهاد الدفع واجب عيني على كل من يتعرض لسفك الدم وانتهاك العرض وسلب المال. وقد تفضلتم الآن بالسؤال عن حكم الصائل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: جاء رجل إليه فقال: يا رسول الله، لو جاء رجل يريد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني. قال: قاتله. قال: فإن قتلني. قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته. قال: هو في النار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. الشروط في ميقات يا شيخ. هذا هو التأصيل العلمي يا سعادة المستشار الذي لا بد أن يسمعه شبابنا وأن يعرف الحق بدليله. فنحن والله لا نجامل أحدا بديننا على الإطلاق. كده اكتفيت. طيب.